تعرف ايه عن خطبة الوداع؟ بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم. ايش هي خطبة الوداع؟ عفوا خطبة الوداع. خطبة الوداع خطبة ايش يعني؟ لا ما اعرفش، كلنا ما نعرفش. مش حد يعرف حاجة عن خطبة الوداع. تعرف ايه عن خطبة الوداع؟ خطبة الوداع من ناحية ايه؟ خطبة الوداع تقريبا كانت سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان آخر خطبة ليه تقريبا قبل ما يتوفى، كان بيقولها للمسلمين وكده. حق الرسول. خطبة ايش؟ خطبة الوداع. خطبة الوداع اللي هي لا I think no I don't know. يعني تسمع خطبة الوداع تسمع تفتكر ايه؟ حاجة خلاص يعني. خطبة الوداع مفيش بعد كده خطب. سيدنا محمد كان بيخطب آخر خطبة. اوكي صح؟ خطبة الوداع دي كان قالها الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، اللي هي الحجة الوحيدة اللي حجها النبي عليه الصلاة والسلام، ويمكن توفى بعديها الرسول بفترة قليلة يعني. فين كان؟ مش عارف، كان في بلاد الشام تقريبا أو في محل مامات في المدينة. متى كانت؟ كانت في السنة العاشرة للهجرة أعتقد. بداية لا أنت كده دركتر يعني. كده دركتر يعني. أكيد الصلاة يعني اللي افتكر أكيد الصلاة منها. واكيد هو قال حاجه كويسه يعني على الصلاه وعلى ان انا ابقى كويس وان انا احب ربنا عشان ربنا يحبني، بس يعني مفيش اكتر من كده. وصى الرسول الرجال بالنساء طبعا، وصى والله الوصايا اللي وصاها لا والله ما اعرف. منها حقوق الجار، الصلاة. قول لي واحد أنت ولا أكمل لك الباقي. عايزك تقول لي 10 أسامي لاعيبة كورة. عايزاك تقولي بقى 10 أسامي مطربين. عايزاك بقى تقولي 10 أسامي صحابها. لا مش هقدر اكمل. لا عايزاك تقولي لي 10 أسامي مطربين. طب عايزاكي تقولي لي مثلا أسامي لعيبة كورة. طب عايزاكي تقولي لي 10 أسامي صحابة. ليه؟ صحابة؟ عايزاك تقولي 10 أسامي مغنيين. عايزة 10 أسامي لعيبة كورة. طيب عايزاك تقولي 10 أسامي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. عايزة أعرف منك 10 أسامي مطربين. عايزة 10 أسامي لعيبة كورة. عايزة بقى 10 أسامي صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما اعرفش غير أبو بكر الصديق. عايزة 10 أسامي مطربين. طب عايزة 10 أسامي لعيبة كورة. عايزة 10 أسامي صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب، وعبيدة بن الجراح. مش فاكرة قوي. عايزاك تقولي 10 أسامي لعيبة كورة. عايزة 10 أسامي مطربين بقى. يبقى عايزة 10 أسامي صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. في سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن عبد العزيز، أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب، زيد بن حارثة، معاذ بن جبل. عايزك تقولي 10 أسامي مطربين. لا ما فيش، مش مهتم. لا عايزك تقولي 10 أسامي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. 10 أسامي: سيدنا معاذ بن جبل، عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، عمر بن عبد العزيز، معاوية بن أبي سفيان، قلنا أبو بكر الصديق، وسعد بن أبي الوقاص. عايزك تقولي 10 أسامي مطربين. لا أنا للأسف ما أعرفش مطربين، لا ما بسمعش أغاني أصلا يعني. عايزك تقولي 10 أسامي صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. ممكن أقول لك ماشي. هو في الأربع خلفاء الراشدين: سيدنا أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وفي أنس بن مالك، وفي سيدنا أسامة بن زيد، وعبد الله، وسيدنا أبو بعيد عامر بن الجراح، وسيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا سعد بن أبي وقاص. تعرف لاعب الكورة؟ ايوه اعرفه طبعا، لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي. تعرف فاطمة الزهراء؟ بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. تعرف الفنان؟ ايوه، انه مغني مصري وبيغني، عنده اغاني كتيرة والبومات كتيرة وهكذا. بس تعرف فاطمة الزهراء؟ لا ما اعرفش اي حاجة عنها صراحة، بس ممكن سمعت الاسم ده، مش فاكر، بس ما اعرفش اي حاجة عنه. تعرف الفنان
أعرفه، ده غني عن التعريف طبعا. هو ألبوماته الأخيرة وفيلمه كان مكسر الدنيا يعني وكده. تعرف فاطمة الزهراء؟ لا بصراحة ما أعرفش اسمه ده. تعرف الفنان؟ ايوه طبعا اعرفه، فنان محترم واتمنى له كل التقدير والتميز لشبابنا المصريين، واتمنى له كل الاحترام. فنان قدير طيب. تعرف فاطمة الزهراء؟ طبعا اعرفها، بنت النبي، من اجدع سيدات مصر، ام المؤمنين كلهم، واتمنى لها كل التقدير والاحترام من الشعب المصري كله. الفنان؟ اعرف انه مغني بس شوي مش كتير، بس يعني اغاني واغاني. نعم. تعرف فاطمة الزهراء؟ اعرف انا بنت علي اظن علي تعرفي الفنانة؟ اعرفها. اعرف البوماتها واعمالها يعني، بس بحبها ومتابعاها. تعرفي فاطمة الزهراء؟ لا. بآل بيتي أي أن معاني صلتكم بي تبقى ما بقي آل بيتي بين ظهراني. بآل بيتي أي أن معاني صلتكم بي تبقى ما بقي آل بيتي بين ظهراني. بآل بيتي أي أن معاني صلتكم بي تبقى ما بقي آل بيتي بين ظهراني.